هؤلاء الإرهابيين لا يمكن حينجحوا إطلاقا، بل بالعكس في كل مرة حيحصل فيها أحداث كده حنزيد محبة لإخواتنا المسلمين، حنزيد محبة وتزيد محبتنا لوطننا، وطننا مصر، إحنا أصل مصر، ومهما حاولوا يضربوا الوحدة الوطنية بل بالعكس احنا حنحافظ اكتر على الوحدة الوطنية. واحنا عارفين المؤامرات الخارجية والاولاد المأجورين اللي ما عندهمش آدمية، دول مش هم مسلمين حبايبنا، حبايب، مش بنقول كده عن جبانة ولا عن ضعف. من وجهة نظر قداستك لماذا الحادث في مثل هذا التوقيت؟ من وجهة نظرك يفسر ايه؟ هم يقصدوا اي حاجة ومعاهم الشيطان، لكن الله يقصد أمور تاني أعلى وأسمى، ونعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. ماذا تقول للإخوة الأقباط الذين قدموا هنا وغاضبين منددين بهذا الحادث الإجرامي، مطالبين بسرعة القبض عن الجناه والمتسبب الرئيسي في مثل هذه الأحداث؟ دي حاجة قانونية معلش، لكن إحنا نصلي أولا يعطي رحمة للشهداء، وثانيا يعطي عزاء لكل أفراد أسرتهم وعائلتهم، ونشكر ربنا فرحانين أن دول وصلوا السماء، وأثناء القداس الإلهي أثناء ما هم مرتبطين برب المجد يسوع اللي حاضر في الوسط وقائم على المذبح، هم راحوا السماء، بل بالعكس افرحوا لأن دول وصلوا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وتعزينا ليك مرة ثانية يا فندم.